قبل ما نبدأ الوصفة، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ويلا ندخل على الوصفة. معايا بطاطس من كيلو لكيلو ونص. أنا كنت جايبة بطاطس كده، فنقيت كل الحبات الصغيرة اللي عندي، غسلتها وقشرتها وغسلتها كويس، وبقطعها قطع عشوائي كده زي ما انت شايف. هتقطعها أي قطعة. هنعمل بقى فطاير تجنن، بدون بيض وبدون فرن وبدون قلي، في الطاسة على البوتاجاز كده، وهتخلص معاكي على طول. بعد ما هقطع البطاطس بقى هنزل بيها في حلة ورشة ملح، وانزل عليها بمية سخنة علشان تسويها بسرعة كده وما تاخدش وقت. ولو عايزة تنزلي عليها بمية عادية عادي، مفيش اي مشكلة. هنزل بقى على البوتاجاز. معايا بقى كيلو دقيق، هنزل بنصه كده انخله زي ما احنا متعودين مع بعض، عشان اي حاجة علقة في الدقيق او اي حاجة تخرجيها بره. طبعا الدقيق معايا هنا او العجينة معايا مش هنحط لها لا مادة رافعة ولا اي حاجة، لا بيكنج باودر ولا خميرة ولا اي حاجة. هي رشة ملح، واحتجت للكيلو الدقيق كوبايتين مية. انت بقى بيختلف الدقيق من دقيق للتاني. انت لو دقيقك يحتاج اكتر مية انت زودي كده، لقيتيه محتاجش خليكي معاه واحدة واحدة، يعني ما تضيفيش المية كلها مرة واحدة، ضيفي الكوباية كوباية. هتلمي العجينة كده لما هتعرفي او تحسي ان هي قبل انك انت تعجنيها وشربت الكوباية المية، هنزل بقى اتعامل فيها بايدي. هلم العجين بايدي كده، العجينة هنا طرية وجميلة وملمسها ناعم ازاي. شايفين العجينة مفيش فيها اي حاجة غير مية وملح بس كده. انا نزلت بالكيلو الدقيق كله، وكيلو الدقيق معايا خد معايا كوبايتين مية ورشة ملح. وهسيبها بقى ترتاح. هنا مش هتخمر لان احنا محطناش فيها مادة رافعة، احنا بس هنسيبها ترتاح. هنا بقى هختبر نضج البطاطس، والبطاطس كده شفتها بالشوكة لقيتها استوت. هصفيها وهطلع بقى العجينة بتاعتي بعد ما ارتاحت شوية 10 دقايق. هحاول بقى اقطعها واشكلها. انت بقى حسب راحتك، عايزة تقطعي القطعة كبيرة او تقطعيها قطع متوسطة. انا قطعتها اكبر من الليمونة شوية او اكبر بشوية كمان، فعملت معايا اللهم بارك عدد حلو. انا كده هنا عاملة كيلو مش عاملة نص كيلو. من الكيلو الدقيق عمل معايا كمية اللهم بارك حوالي 14 او 15 رغيف زي ما انت شايفة كده. هترولي كده العجينة وتقطعي بالويم كده، يعني خلي العين ميزان كده وانت بتقطعي. انا كان عندي فيهم واحدة هنا كانت كبيرة شوية. هكور بقى العجين بتاعي، وبعد ما اخلصه تكوير هغطيه واسيبه يرتاح برضو 5 دقايق على ما احضر الحشوة بتاعته. كده تمام. هنيجي للحشوة بقى. البطاطس بعد ما صفيتها طبعا مستوية وكان عليها الملح بتاعها، هنزل برشة ملح، وراعي ان انت حاطه فيها ملح قبل كده، ورشة فلفل اسود بس انا كمان ضفت حبة زعتر. اللي مش عايز يضيفها يستبعد عادي، مفيش مشكلة. حبة الزعتر تمام بيدي طعم حلو للبطاطس. وكان عندي شوية جبن هنا، موزاريلا على ميكس على كده، نزلت بيهم مع البطاطس. لو مش عايزة تنزلي بالجبن والحاجات دي مفيش اي مشكلة، براحتك. انا هنا نزلت بشوية جبن، بتحسن كده الطعم للبطاطس وبتدي طعم حلو، وبعدين هتبقى في حشو الفطاير هتبقى حلوة معاكي وهتدي طعم جميل. طبعا هنا الجبنة اتعاملت معاها مع البطاطس واندمجت مع بعضها عشان لسه البطاطس معايا سخنة،
عشان كده الجبنة اندمجت معاها بسهولة. هلم بقى عجينة البطاطس كده اللي هي حشو الفطاير بتاعتنا. صينية بقى كده هدهنها زيت، وهبدأ بقى أكور البطاطس بتاعتي ديت لكرات كده، يعني خليها أصغر شوية من كور العجينة اللي احنا عاملينها، عشان احنا هنحشي بيها الكور بتاعت العجين اللي احنا عاملينها. تمام كده. هخلص بقى البطاطس معايا تكوير وارجع لكم. هنا برضو احرصي ان يكون البطاطس انت هرساها كويس بالهراسة، ما تكونش مخرزة ولا محببة، علشان لما نحشي بها الفطاير ونيجي نفردها ما تفتحش معانا. هبدأ بقى كده اجيب كرة من العجين افردها، واحط فيها كرة من البطاطس واكورها كده واسيبها برضو على جنب. وطبعا قبل ما نبدأ الخبز بتاع الفطاير، انا كنت قبل ما نبدأ خبز الفطاير انا جبت من اول واحدة انا كنت مكوراها. تمام. هفرد كده الفطيرة نص فردة وهحط فيها كرة من البطاطس وهلمها كده. تحرصي انك انت تلمها كويس عشان وانت بتفرديها البطاطس ما تطلعش بره الفطيرة بتاعتك. كده هخلصهم كلهم حشو زي ما انت شايفة كده. افرد نص فردة واحط كرة البطاطس والمها كده بايديا وارجع اكورها تاني. هتخلصي بقى كل الكمية، ولما نيجي نفرد هنرجع لاول رغيف احنا كنا عاملينه، هيكون ارتاح شوية، وهنسيبها برضو ترتاح حوالي 5 دقايق علشان تبقى سهلة معاكي في ايه في الفرد. كده انا خلصت كله، حشيتها كلها بطاطس. هسيبها بقى ترتاح شوية وهبدأ من اول رغيف انا حشيته هبدأ افرده كده بالراحة، ما تحطيش تقلك كده عليه، يعني خليه كده على الخفيف والمردانة على الخفيف علشان ما تضغطيش قوي عليها وتطلعي البطاطس بره الرغيف. يعني خليكي كده بالراحة، حاولي تفردي بالراحة كده بالمردنة وما تضغطيش بتقلك على الفطيرة كده. تمام. تمام كده. لو وصلتوا لهنا بقى صلوا على النبي، الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طاسة على البوتاجاز تكون منع الالتصاق ومفيش دهنة زيت ولا هتنزلي بدهون ولا بأي حاجة. هتسخني الطاسة الأول وبعد كده هتنزلي بالفطيرة فيها واقلبيها بقى قلبة من فوق لقلبة من تحت. وكده انا رجعت اعمل فطيرة تانية برضو هتفردي بالراحة كده ومش هتضغطي عليها في الفرد علشان ما تطلعشي البطاطس معاكي. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين الفطيرة جميلة والعجينة سهلة معاكي؟ طالما الفطيرة سهلة معاكي كده يبقى العجينة مخدومة كويس ومرتاحة، مع ان مفيش فيها والله اي مواد رافعة ولا فيها اي حاجة. وهي كده بترتفع معاكي ازاي. اللهم بارك. كانوا شوية فطاير لوز. كل ما الفطاير بترتاح بتبقى تحفة ازاي، ما شاء الله، مورقة وزي الفل. انا نزلت بفطيرة تانية لغاية ما خلصتهم كلهم. الفطاير معاكي جميلة وحاولي ما ترقهاش قوي علشان تبقى طرية كده وحلوة. اللهم بارك. كانوا شوية فطاير جمال بينفعوا بقى في فطار بينفعوا في عشاء، بيبقى كده فطاير مغمسة بعضها كده وتبقى جميلة ووصفة سهلة وبدون اي مكونات وبدون اي تعب وبدون اي تخمير وبدون كل حاجات. يعني هي وصفة بدون اي مكونات، دي الوصفة اللي من غير مكونات. تحفة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا بقى مكعب زبدة كده وهي سخنة، هبدأ بقى ادهن الوش من فوق لتحت
بتخلي الفطيرة تحفة تحفة تحفة. دهنة الزبدة دي بتودي الفطاير في الدنيا في حتة تانية خالص. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، فطاير جميلة وطرية وتحفة. شايفين الفطيرة؟ هنجرب فطيرة معاكم بقى كده. شوف الفطيرة طرية وجميلة ما شاء الله. كده الفطيرة معايا اللهم بارك، مورقة والبطاطس جميلة فيها. شايفين العظمة والجمال؟ ما شاء الله، تستاهل بقكم. طرية وجميلة. أتمنى يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم، وأتمنى تكون الوصفة عجبتكم. هستناكم في تعليقاتكم الجميلة تجربوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.